الجميع كان مهدد بالغرق، لكن المدرب تجاهلهم تماما. وفي اللحظة اللي بعد كده مايك كسر الزجاج من الغضب. المية خرجت بسرعة وكل واحد بدأ يتجرف، لكن قبل ما أي حد يحس بالراحة المدرب أعلن إن الكل رسب في الاختبار، حتى مايك اللي أنقذ حياة الجميع. السبب كان واضح، هم تجاهلوا التعاون تماما، وبسبب الإهمال ده غارقة بنت. ساعتها الكل فهم إن الاختبار ده مش عن التفكير السريع، ده كان عن التعاون والعمل الجماعي. بعد ما استراحوا اليوم التالي رجعوا لنفس الاختبار القاسي تاني. المرة دي التحدي كان اختبار المظلة، لعبة حقيقية للحياة والموت. في الأول الكل كان فكر إنه مجرد اختبار شجاعة، فكان الجو مريح. بعدين المدرب صدمهم، واحدة من المظلات كانت فاضية، ده يعني إن واحد كان مكتوب له إنه يقع ويموت. الخوف انتشر بسرعة، كل ما يقربوا من الأرض أكتر الناس خوفاً فتحوا مظلاتهم بسرعة، بس مايك وآني فضلوا هادئين. لما شافوا إن مظلات باقي الناس اتفتحت بشكل صحيح فهموا إن المظلة الفاضية تخص واحد منهم، لكن ساعتها كانوا خلاص نزلوا تحت الارتفاع الآمن. التوتر كان قوي لدرجة إن المدرب وقع زجاجه. من غير ما يضيعوا ثانية مايك مسك آني بإحكام. مستنيين اللحظة المناسبة فتحوا مظلة واحدة مع بعض. رغم إنهم فاتهم الارتفاع الصحيح الحظ كان في صفهم ونجوا. باقي الفريق نزلوا بأمان، لكن سلوكهم الأناني شالهم من المنافسة.